يا هلا ومرحبا، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير وانتم تشوفوا الفيديو. جيتكم بفيديو جديد، وصفة جديدة. لو انت اول مرة بتشوفوا قناتي انا ام لانا، بدعاكم تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. تعالوا مع بعض نعمل فتة باذنجان، وصفة لذيذة جدا وجميلة، ضروري انكم تجربوها لانه بجد رهيبة. عندي هنا 3 أو 4 كده باذنجانات، انتوا لو حابين تزودوا فعلى حسب الكمية الباذنجان الموجودة عندكم. قشر منهم كده شوية، وبعدين نقطع الباذنجان مكعبات تكون بقدر الامكان متساوية. تابعوا معي الفيديو للنهاية عشان اوريكم التركة انه بتخلي لكم الباذنجان خلاص ما يشرب زيت. بعد ما تقطعوا الباذنجان كده كل الكمية هنضيف عليها شوية من الملح، ونقلبها كده، بنخليها لحد ما تحسوا انه الباذنجان ابتدى انه يذبل كده. بعدين تبتدوا انكم تحمروه في زيت غزير. صراحة انا عندي الاير فراير، بس ما حبيت اني اغلي فيها، حبيت اني اغلي الباذنجان بالزيت عادي علشان يكون طعمه جميل. فهنا عندي كمية من البصل، 3 بصلات كده عشان نعمل بيهم الحشو، 3 بصلات مكعبات، وكمان حقطع الطماطم كده 3 4 طماطمات كده مكعبات. حابين انكم تضيفوا لحم في الوصفة، هي ممكن انكم تضيفوا، بس انا عملتها كده نباتية كاملة بدون اضافة لحوم. هقطع البصل واقطع الطماطم، بعدين هنا في الطاوة طبعا هاخد شوية زيت وشوية زبدة، وهاخد عليهم البصل اخليه لحد ما يبتدي يذبل. وهنا بغلي الباذنجان، زي ما شايفين الزيت لازم يكون غزير ويكون حار علشان ما يشرب لكم الباذنجان زيت. في نفس الوقت الملح اصلا ما بيخليه يشرب زيت. البصل بعد ما ابتدى يذبل معاي هنا هضيف عليه طماطم، وكمان قطعت عليه شوية فلفل حار وفلفل رومي، وهضيفهم عليه واخليه لحد ما يذبل. او يستوي الطماطم، تستوي ما يكون في طعم طماطم ما مستوي والبصل يكون قاسي. وحضيف عليهم ملح وبهارات، اي بهارات مشكلة عندكم. وهنا الباذنجان خلاص استوى، هطلعه لانه انا حباه يكون كده لونه ذهبي. فخلاص كده هطلع الباذنجان على جنب، نطلعه على ورق مطبخ علشان لو في اي قطرات من الزيت يتشربها. وهنا حجيب خبز عربي وحقطعه بالشكل ده علشان نعمل الفتة. هقطع الخبز شرائح كده بالطول، وكمان هقطعها بالعرض علشان نحصل على مكعبات صغيرة من الخبز زي ما شايفينها كده. الخبز حبيت اغليه بالاير فراير علشان ما عارفة نوع الخبز، حساه كده ممكن يشرب لي زيت او ما عارفة، يعني حبيت اني اغليه بس بالاير فراير علشان اتأكد انه ما شربان زيت وتكون الاكلة كلها زيوت. فخطيت فيه شوية زيت، ملعقتين كده بتاعين زيت، وحأغليه بالغلاية الهوائية، حيطلع كأنه مغلي اصلا بالزيت. بس كده هدخل على الغلاية واقلب فيه شوية شوية. هنا حنعمل الصوص اللي هي عندي شوية طحينة، 3 4 ملاعق كده طحينة، وكاسة زبادي، وحضيف عليهم شوية توم، حضيف عليهم كمان رشة من الملح. حابين تضيفوا فلفل اسود ضيفوا. وحنضيف موية علشان نخفف القوام، طبعا الطحينة مع الزبادي بتديكم قوام تقيل، فلازم نخففها بشوية موية. حضيف شوية شوية من الموية واضرب بالشكل ده علشان يكون معي القوام سائل وخفيف شوية. وهنا خلاص خلصنا الحمص، العيش اتحمص، وحضيف عليه شوية من الصوص الأبيض، وكمان حضيف عليه الحشوة اللي هي عملناها بالبصل والطماطم. هنعمل طبقات كده، وهنا حوزع الباذنجان بفوق. طبعا بعد ما خلاص انا خلصت لقيت انه الباذنجان كمية قليلة جدا، فما كان عندي زيادة عشان ازود. بس انتوا لو عندكم على حسب طبعا الصينية اللي انتوا هتعملوا فيها زودوا باذنجان. وهنا حضيف بقية الصوص الأبيض كامل في في الطبقة الأخيرة. وهنا عندي شوية مكسرات كده، حمصتها في شوية زبدة، وكمان حوزعها كده من فوق بيكون شكلها جميل. ما عندكم مكسرات ضيفوا بس شوية زبدة أو سمنة، سخنوها كده وضيفوها على الوش كده، بيكون شكلها جدا جميل، بتديكم طعم لذيذ للفتة. وشوية حبشتكنات كده تزيين ببقدونس، وهنا زينتها بشوية سماق. عارفين طبعا السماق اللي هو نوع من انواع البهارات، فجميل جدا، بيدي مزازة كده، فيه طعم حموض الصماغ ده، فجميل جدا. وبس كده خلصت الوصفة، شايفينها جميلة جدا وبسيطة واسهل مما يكون. صراحة طعمها لذيذ جدا، تحسوا فيها كرانشي كده اللي هو الخبز المحمص مع الصوص بيجيكم كده، وكمان مع طعم الباذنجان، جميلة جدا، جربوها ويا ريت انها تعجبكم. لو شفتوا الفيديو لحد هنا فما تنسوا انكم تحطوا لايك للفيديو، تعملوا شير، ولو ما مشتركين في القناة فتشتركوا في القناة وتكتبوا لي كلمة حلوة في الكومنت، بكون سعيدة جدا وانا برد عليكم. اشوفكم في الفيديوهات الجاية، في امان الله.